السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنقدم معكم واحد الحريشات اللي كيجيو رائعين اقتصاديين. النص اللي غادا نديرو بالزيتون والزعتر والنص غادا نخليه بحال هكا. وهنايا كيف كتشوفوا معايا غادا نبداو بسم الله بالمقادير. عندي هنايا نص كاس ديال الزبده مذوبه، نص لتر ديال الحليب، عندي نص كيلو ديال السميده رقيقه، معلقه ديال السكر سنيده، وعندي معلقه ديال الخميره، معلقه ديال الطحين ديال الفورص، قبصه ديال الملحه، وغادا نزيد معلقه ديال الخميره ديال الحلوى. وبالنسبه اللي غادي يدير ساشي ديال 7 غرام كافيه. انا عندي هذه كتهز ليا 15 غرام، داكشي علاش درت على معلقه صغيره. صافي كناخذ ديك الزبده كنبسبس بها السميده مزيان كيف كتشوفوا معايا مع هاد المكونات ضفنا كاملين. وغادا نزيد نص كاس ديال الزيت البلديه اللي كتبقى اختياريه، اللي باغي يدير الزيت العاديه ممكن. انا هنايا درت الزيت البلديه، درت نص كاس، وزدت تقريبا معلقه ديال العسل. كتعطيها صراحه واحد اللون اللي هو زوين، وواحد البنه حتى هي زوينه. واللي باغي يكتفي بالسكر راه ممكن اولا بالعسل، الانسان كيبقى كل واحد وعلى حساب الاختيار ديالو. صافي ملي كنبسبسها مزيان بديك الزبده وداك الزيت، كنزيد هنايا الحليب شويه بشويه وانا كنجمع فيها. نحاولوا ما نعجنوهاش باش كتجينا مبسبسه من الداخل وكتجي زوينه كيف شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. وكنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نجمعها. المهم في المجموع انا خدات ليا نص لتر ديال الحليب. صافي غادي نخليها تشرب بما طحنت شويه ديال الزيتون مع الزعتر، وغادي نبدا نوجد فيها معكم ان شاء الله. صافي هنايا انا خديت الزيتون درتو هنايا في الهاشوار والزعتر، وخديت هنايا المكعبات ديال الفرماج. اللي باغي يدير الفرماج ديال الدجاج انا كان متوفر عندي هذا هو اللي استعملته. درت 3 ديال القطعات كيف كتشوفوا معايا، طحنته صافي درتو هنايا في زلافه كيف كتشوفوا معايا على هذا الشكل. وكناخذ كنعمر هنايا بهم هاد الحريشات على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، وكنفندهم شويه في السميده اللي كنكون بسبسها بواحد شويه ديال الزيت. صافي هنايا غادا نبقى مستمره بنفس الطريقه، وغادي نقادهم هنايا في مقله اللي كتكون ما كنسخنها ما حتى شي حاجه، المقله تكون ما كتلصقش. صافي كنقادهم حتى كندير واحد 4 أو 5 على حسب الكميه اللي غتهز ليا هاد المقله. من بعد ما غادي نكملهم صافي غنديرهم فوق البوطه، ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده بزاف، العافيه تكون متوسطه باش يطيبوا لينا حتى من الداخل ويطيبوا لنا من برا، ما يتشوطوش لينا دغيا يتحرقوا لينا ويبقاو من الداخل ما طايبينش. المهم نتمنىكم تكونوا فهمتوني، وصراحه نتمنىكم تجربوهم كيجيو زوينين، كيجيو بحال هكا الفطور اولا الكسكروط، وساهلين ما كياخذوش منا وقت اللي هو طويل.
وهنايا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. نتوما كيف كتشوفوا كيجيو رائعين. نقدموهم بالزبده اولا فرماج مع شويه العسل، كل واحد كيبقى على حسب الاختيار ديالو، على حسب الذوق ديالو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، بارطاج، تعليق اللي كتشجعني، وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم.